ياكو وجومو وفورد يلهثون، يتراجعون ببطء أمام الروبوت راكي. بقايا طاقة من توسر الآلي كانت متناثرة حولهم، لكن راكي وحده وقف ثابتا، كأنه شيء مختلف تماما. حركاته لم تكن آلية بحتة، بل تحمل إصرارا غريبا وقوة تجاوزت توقعاتهم. واضح أنهم بقواهم الحالية في المستوى الأول غير قادرين على هزيمته. ياكو يلهث يحدق فيه. هذا الروبوت ليس عاديا. جومو بوضعية قتالية. أجل، تصميمه مختلف وقوته كذلك. يبدو أنه الآلة الأهم لتوسر. فورد تحمل ضرباتنا وتفادى تحركاتنا السريعة بسهولة. آلة مرعبة. قبض ياكو على يده وعيناه تضيقان. لم يكن الأمر قوة فقط. ياكو شعرت بشيء غريب، كأنه يشعر، كأنه بشر. وقبل أن يجيب أحد، ضغط هائل اجتاح الجزيرة. هل الهواء نفسه أصبح ثقيلا؟ رفع الثلاثة رؤوسهم بصدمة. من بين ركام الروبوتات ظهر شخص. هلته كانت تصرخ بالقوة، طاقة حارقة تحيط به، وكأن ظهوره كان استجابة مباشرة لهذه المعركة. استدار راكي فورا لمواجهته. الشخص الغامض بصوت هادئ لكنه آمر: كفى يا راكي، مهمتك انتهت. رفع يده بلا تردد. كيس، تقنية التحطيم. انطلق شعاع من طاقة وحشية كأنه مخالب متداخلة، وضرب راكي مباشرة. لم تكن هناك معركة، لم يكن هناك دفاع. ذاب المعدن، تحطمت الدوائر، وسقط راكي مهزوما في ثانية واحدة. تسمر ياكو وفورد في مكانهما من الصدمة، لكن جومو كان مختلفا. عيناه اتسعتا وصوته خرج بالكاد مسموع: جومو، كيس أخي. اقترب كيس بهدوء، نظر إلى حطام راكي لحظة، ثم وقف أمام جومو. جومو، لماذا أتيت؟ هل جئت لمساعدتي؟ لم يجب كيس. اقترب أكثر، همس سريعا في أذن جومو، كلمات قصيرة لكنها ثقيلة. ثم ضربة واحدة قوية. اتسعت عينا جومو بصدمة وفهم. استقام كيس، ألقى نظرة غاضبة أخيرة، ثم استدار للمغادرة. ياكو يستعيد صوته: من هذا؟ وكيف هزم راكي بهذه السهولة؟ لم يلتفت كيس، اختفى بين الركام كما ظهر. تنفس جومو بعمق وعاد إلى رفيقيه. جومو، أشياء من الماضي سحاول التكفير عنها معكم. ياكو: وماذا قال لك؟ جومو بهدوء غامض: سر لا أستطيع كشفه الآن. في مكان آخر داخل مخبئه كان التوسر يراقب عبر شاشة. عندما رأى راكي يهزم بتلك السهولة تجمد. توسر بذعر. راكي سحق. وهذا الشخص، لماذا هو هنا؟ لم يكن توسر مقاتلا، والقوة كانت في اختراعاته، والآن أقوى آلات دمرت. لم يتبقى له سوى الهرب. بدأ ياكو وجومو وفورد البحث في الجزيرة. لم يمض وقت طويل حتى رأوه. توسر يركض، ليس بسرعة خارقة، لكن بمعرفة جيدة بالتضاريس. انطلقت المطاردة. استخدم ياكو خفة البالون ودفعة المراوغة، متجاوزا الركام، بينما تبعه جومو وفورد. مرت ساعات ثقيلة من الجري حتى بدأ توسر ينهار. توقف أخيرا محاطا بحطام الآلات. ياكو يلهث بعزم: انتهى الأمر يا توسر، أخبرنا، أين المعادن الخمسة؟ توسر بصوت مهزوم: أنا مجرد مخترع، هذه الآلات كل ما أملك. ثم رفع رأسه بتردد: هل يمكنني الانضمام إليكم؟ نظر ياكو إلى جومو وفورد، ثم ابتسم ومد يده. ياكو: موافق، ولكن بشرط. توسر: شرط؟ ياكو يشير إلى القناع: اخلع القناع. هل أنت مستعد لكشف وجهك؟ ولو لم ترى الحلقات اللي فاتت اشترك في القناة، عشان قريب هعمل ملخص لأول 10 حلقات مجتمعين. ومع السلامة.